السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله كثرة الطلبات على شراك المسكر. اليوم حبيت ندير معكم شراك المسكر. واش درت فيه؟ درت فيه كيلو فارينة، واني صيرت الفارينة. نزيد له 2 مغارف تاع سكر كلاص، ما تجيناش سام طلبات، نديروها كاع في لاباسوار. 2 مغارف تاع سكر كلاص نصيروها هي تاني. نجيبو نديرو لها تاني قرصة تاع الملح، ها هي ليك قرصة تاع الملح. نجيبو نديرو لها مغرف نتاع لافاني، ها هي ليك شوفوا مغرف تاع هاي ماهيش معمرة تاع لافاني. ما تكتروش لافاني يا البنات، خاطرش كون نكتروا لها بزاف راح تجي مره هادوما. ودوكا واش نزيد لها؟ نخلط بيان سور. واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها رطل مارغرين نتاع لابيل، هاني درت لابيل. راح ندير الباطا كامل، ندير لها نحكم كامل، ندخل هذيك لا مارغرين لداخل في الفارينه. لازم نحكوها بين يدينا هكا مليح. راني راح ندير لكم 2 بات اليوم. دوكا في المحل ديالي راح ندير هاد لاباط تاع لا مارغرين. هما كاينين 3 بات، كاينه اون بات هذه تاع لا مارغرين، كاينه واحده تاع السمن تاع زمان، وكاينه هذيك العجينه السحريه. انا العجينه السحريه هذيك ما تعجبنيش، ما نخدمش بها. انا نخدم هذه تاع لا مارغرين ونخدم بتاع السمن. دوكا نحكم كامل هاد لا مارغرين ندخلها لداخل في الفارينه تري باك شو ما نقولوا حنا نبسسها. من بعد نوتلي ديك نحكم نبسو مليح، ومن بعد نجيب الماء والمزهر ونبدا يعني نلم في هذيك العجينه، نلمها ما نعجنهاش، غير هكا ندورها باك بيدي. هذا ما كان غير هكذا بشويه، ما تعجنوهاش البنات خاطرش لاباط هذه ما تتعجنش. نروحوا معاها غير بشويه برك، هذا ما كان، ونلموها بشويه. ما بين ما راني نلون فيها حبيت نجاوب الاخوات اللي داروا لنا مشكل على الطابع. السكر 400 غرام زياده بزاف، 500 غرام تاع الزيت بزاف. شوفوا يا البنات، انا نتحدى اي وحده فيكم دير الطابع وما يخرج لهاش. يا اختي سيح، وإلا ما خرج لك هاهم لي كومونتير وقولي لي واش حبيتي. هذه خبره نتاع اكثر من 20 سنه راني نعطيكم فيها، ما راكمش رايحين تلقاو يعني عند وحده اخرى تعطيكم من القلب ديالها. صدقوني انا مانيش نهضر في اي وحده ولا، بارك الله فيهم واش يمدوا كتر خيرهم. بصح انا حبيت يعني الجروب اللي راه معايا، يعني لي زابوني لي معايا، نعطي لهم ادق التفاصيل. هذاك الطابع يجي هايل هايل هايل. والاخت اللي قالت لي باللي الطابع يجي ما يجيش خفيف، لازم الشغل يجي ثقيل، لا لا يا بنتي، يعني ما يعني الحلويات التقليديه تاعنا كاع يجوا خفاف ويجوا ملاح ويجوا شبان ويجوا هايلين. يعني الطابع نورمالمون ما يجيش ثقيل، يجي خفيف. صح بكري كنا نديرو كيلا بيض كيلا سكر، بصح يعني مادام عندنا حاجه تجينا يعني تجينا مليح، علاه ما نتعلموهاش؟ اللي حبت تدير بالكيله ما فيها حتى مشكل. يا اخي البنات هاي لك شوفوا لاباط تاعي راني نلم فيها، وما نديرهاش جاريه وما نديرهاش طريه ثاني. هاني بديت نخلط اليوم، ما نديرهاش جاريه وما نديرهاش ناشفه. دوك نوريكم كيفاش تكون لاباط دايره. البنات شوفوا ما نعجنوهاش من في تبان. هاي ليك شوفوا، نبداو نديرو لها غير هكا برك. نجيبو شويه العجينه، شوفوا نرولوها بين يدينا باش نعرفوا بلي لاباط مليحه في المزهاي مليحه في الكلش. نديرو صبعنا هاك الى ما نشقبوا. هذا شقوق كتجاو من الاولى، صبروا نعاودوها. نحبكم ديروا حلوه هذا العيد ان شاء الله اديكم شابه. ها شوفي هاي هكذا كي ندير لها هكا، هاي ما تشقتك. وتشوفوا اون بات شابه يعني ولي دوس كيما نقولوا حنينه. راكم تشوفوا ها ما تشقت ما والو. واش نديروا لها؟ نحكموا نديروها في ساشي ونخلوها تريح واحد ساعه ساعتين، يعني لي بات كامل قد ما ريحوا تجيكم يعني ساهلين في الخدمه. دوك انا نغطيها ونخليها ونجوزوا لافاخس. واش راح ندير؟ راح ندير 3 كيلات نتاع كاوكاو. شوفوا حبيت نهضر لكم على الكاوكاو. اذا كنتوا حابين الكاوكاو باسكو الكاوكاو كنت تحمصوه،
وتزيدوا ديروا فيه لافارس. من بعد هذيك تروحوا ديروه يطيب، راح يجيكم يابس لداخل. انا عندي من دروك تنوضوا تحكموا شو يعني واش راكم معولين ديروا ان شاء الله. تحكموا هذاك الكاوكاو، تفوروه، ديروا له في الماء تاعو شويه قارص، شويه تاع لافاني، وديروه يفور حتى تولي تشوفوا الحبه جايه ترونسبارون. من بعد فرشوا لا طريشنا وحطوها تيبس حتى يبس هذاك الكاوكاو. من بعد احكموا يعني ارحيوه وكملوا العمليه. انا عندي دو بريفيرونس باش يجيكم مليح. ولا حبيتوا تزيد كما نقولوا باش يروح له الريحه وتنحوا له البنه تاع الكاوكاو، زيدوا له ليكستري تاع اللوز الحلو زيدوه له، ولا خلطوا بين الكاوكاو ولا نوار كوكو اللي يدير زعما نقولوا في لافارس. ولا حبيتوا تحمصوه سخنوا الكوشه مليح، ديروه دقيقه يدخل يخرج، ما تخرجوه بيض، ما تخلوش حتى يحمر يا اخي. نديروا 3 كيلات نتاع الكاوكاو. هاي الثالثه. واش نزيد له نص كيله ثاني. ما تكثرولوش السكر كون تكثروه له راح يولي كراميل. انا شوفوا ما درتش نص كيله، درت تحت النص. راكم تشوفوا دوكا هذا واش ندير، نخلطو هكذا، باك نعاود نرحيه بوغ لا دوزيام فوا. بعد ما رحيت الكاوكاو بالسكر واش نزيد له شوفوا شويه تاع السمن باش يعطيني هذيك النكهه الشابه. نزيد له شويه قرفه كما على بالكم كاع الحلويات التقليديه تاعنا نديروا لها القرفه. نزيدوا له شويه نتاع لافاني، هاي شويه لافاني، ونحكموا نلموه بالمطهر. الكاوكاو يتلم على 3 مرات. علاش على 3 مرات؟ خاطرش يشرب ولازم نعجنوه. وانا من كيفاش نقولوا دو بريفيرونس كي الحشو كي لاباط تندار ليله من قبل. علاش؟ باش هاد الكاوكاو كيما نقولوا حنا بالعربيه يتجانس مع السكر ويطلق كيما نقولوا يطلق الحلاوه ديالو. دوك نوريكم انايا عندي اون فارس كانت عندي كوموند البارح درتو بالكاوكاو، نوريكم اللي درتها البارح وكيفاش صبحت يا اخي. هاد الكاوكاو يتلم على 3 مرات، نلموه يرجع اون بات. من بعد نخليه شويه بعد 10 دقائق ولا. من بعد نروح ليه نزيد له شويه مزهر، باسكو الا حبيتو لافارس تاعكم تجيكم طريه زبده لداخل في الشارك تاعكم، لازم ماشي تلونيه برك وتبداي تخدمي. وإلا شدتي لافارس تاعك راهي تتشقق معناتها هذيك لافارس راهو يخصها المزهر يا اخي. فهمتوني حتى لهنايا؟ ان شاء الله كون برك راني شرحت لكم كيما حبيتو. نرونو هكذا كيما راكم تشوفوا راهو قدامكم، وندير له المزهر ونغطيه ونخليه على 10 دقائق. من بعد نرجع ليه نزيد له تاني المزهر كي شغل نشربوه. يعني قلت لكم من المستحب يعني ديروه ليله من قبل. دوك تشوفوا نوريكم تاع البارح اللي درتو. اصبروا نشوف ها هو ليك، شوفوا كيفاش داير. دوك تشوفوا الفرق بين تاع البارح وخذوا تاع البارح كيفاش داير. مش عارفه راه يبان، راكم تشوفوا كيفاش راهو يبان. شوفوا تاع اليوم، هاوليك تاع اليوم، وشوفوا تاع البارح. تاع البارح ولات اون بات هكذا كي نجي راح نخدمها ونزيد لها شويه مزهر باش يجيني يعني رطب بالداخل. كي تاكلي الحبه تاع الشارك تجي كيما لاباط كيما لافارس، ماشي تجي لافارس يابسه حاجه تقعد 3 ايام 4 ايام تاع شي الضرسه طير. لاباط طريه بصح لافارس تجي يابسه. وثاني يعني قلت لكم ما تحمصوش الكاوكاو، خاطر هو في البقلاوه في اي حاجه ما يتحمصش ابار يسخن شويه برك. هذا ما كاين لا اللي ما يحبش يفوروه، بصح دو بريفيرونس وكان تفوروه خير. وذاك من دركا من اليوم ولا من غدوه فوروه. قلت لكم شويه مزهر بوه شويه قارص شويه لافالي، حطوه حتى تشوفوا الحبه ترانسبارون. نسيت ما قلت لكمش كي تنحوه وتحطوه فوق الطرشونه رشوا عليه شويه مزهر شويه لافاني هكا باش تلصق فيه، وحطوه وغطوه. غدوه من داك تقدروا تستعملوه.
هادية يعني الطريقة اللي تروح لكم منها ماشي تروح على 100%، بصح تنقص ريحة الكاوكاو اللي ما تحبش تبين. وكي ترحي زعما نقولوا دير المزهر ودير تزيدلو شويه ليكسخي تاع اللوز يا اخي. دوك انا هادي نعجنها ونعاود ونعجنها، من بعد نديرها احرى باش لاباط ندير فيها 35 غرام، واللافارس ندير فيها 15 غرام. دروك انايا كاع ندير لاباط ولافارس نوزنهم نحطهم باه ما يجيش الفيديو طويل يا اخي. هيا من بعد ان شاء الله شوفوا ها كيفاش ولات لاباط. عاودت وليت قلت لكم من بعد نديرها وعاودت وليت لكم. ها شوفوا عجنوها بالكف اليد هكذا. وتشوفوا كيفاش تعجنوها هايك. ما حبيتش نفوت هاد اللقطه، قلت والله غير نوريها لبنياتي. ها هايليك لافارس شوف هكذا راني لميتها انا. هايليك هذه هي الثالثه. ها شوف دوك انا نخليها تشرب من بعد نكملها. نجيبوا لاباط يا البنات. شوف نعاودوا نروليوها كاع في يدينا بعد نحلوها. نجيبوا الحلال ديالنا ونحلوها هكذا. من بعد واش نديرو؟ نجيبوا هذيك لافارس اللي وزنتها 15 غرام قلنا، ولاباط التحتانيه 35 غرام هكذا. نريروها نسيو نرقوا هذاك الاخر باش ما يجيناش خشيل. من بعد نبداو نضربوا الوسطاني نخلوه خشين ونضربوه على حواشي صراحه هكذا. هذيك اللي هي من تحت تاع الخياطه نديروها من تحت. من بعد نفصلوا هكذا. اللي تحب تجيب بوشون وديروا. دوك نعاود لكم وحده بالبوشون. انا حليتها ونرقوا قلنا لا بوردور ديالها اللي من الفوق. نجيبوا لافارس نحطوها هكذا ونردوها. انا ندير لكم تشارك تاع زمان اللي كنا نديروها. نغلقوا هذا الليكو هنا باش كي يطيب لنا التشارك ما يخرجش الكاوكاو من داخل ولا لوز ولا. كل واحد يدير واش يعني انا حسب مقدوره. نحرشوها هكذا. قلنا هذيك لا بوردور نديروها من تحت ونجيبوا بوشون. ها وليك البوشون ندوروا عليه هكذا. شوفوا من بعد نرفدوا البوشون نصيبوها هكذايا. دوك انا نكمل كاع لافارس ونروح نطيبها على 180. المهم تكون الفوغ يعني الكوشه ديالنا تكون بريشوفي، تكون ديجا سخنتها من قبل يا اخي. انا نطيبهم كامل من بعد نولي. البنات جبت لكم التسكار تاع زمان، ما نسكرش كيما راهم يسكروا دركا بالمزهر وسكر كلاص يا فارينه. جبت راني نسكر فيه بالشربات. حبيبتي ميمي جات اليوم تعاوني. واش درنا كاس سكر في كاس ونص تاع الماء. كي يبدا يغلي نحسبوا له 2 دقائق ونخلوه يبرد. من بعد ندخلوا هذاك التشارك لداخل. من بعد نحطوه يقطر. بعد ما يقطر نكونوا موجدين سكر كلاص في هنايا دايرينو في الساشي. قلت لكم جبت لكم تسكر كلش الحلوه نتاع بكري. راكم تشوفوا هاي تسكر فيه. هنا نحطو فيه في الساشي ونغمروه كامل بالسكر كلاص. من بعد نحركوه شويه. هاي تحط فيه ميمي. حبيت نقطع لكم، حبيتكم تشوفوا كاع واش انا ندير كاع لي زيتاب هاك. من بعد شوفوا نبداو نهزو فيه ها. من بعد نخلوه في الساشي على الاقل بعد 4 ساعات ماشي تم النحيوه باش نخلو له يعني السكر يشرب كيش نقولوا يلصق على التشاركه. راكم فاهمين؟ وإلا شفتوا السكر كلاص يخصكم زيدوا شويه. المهم لازم يتغطى كاع بالسكر ونخلوه في الساشي على الاقل بعد 4 ساعات. شوفوا بعد ما فاتت 20 دقيقه، احنا ما نقولوش 4 ساعات 20 دقيقه. شوفوا كيفاش تمسحوه. راكم تشوفوا هكذا. هذه وصفه حصريه تاع بكري ماشي كيما يديروه دوك. وتحطيه هنايا في الصنيوه. ها هايليك شوفوا كلشي يتخدم باليد. ها شتو كي ديروا تاع الشربات شحال يجي شباب. شوف يجي خير من هذاك اللي نديروه بالمزهر والفارينه والسكر كلاص. يجي عنده وجه الشباب.
وما تضحكوش على التصوير ديالي، على بالكم انا ما نعرفش نصور. المهم ندو الفايده برك. شوفوا كيفاش تمسح فيه بالكف تاع يدها، واللي ما تحملش سكر تقدر دير ليغا. شوفوا كيفاش يجي ممسوح، كيفاش يجي هذاك التسكار شباب. ان شاء الله الاخت اللي قالت لي اكدي لنا على التسكار، ها وليك التسكار. شوفي هاني نعاود لك، انا عطيتك لاستيس باش يجيك التسكار تاعو شباب، انك ديريه بالشربات، ما ديريش بالمزهر. بالمزهر ما يشدلكش. هاوليك، هاي ديك الوصفه ديالنا اللي درناها اليوم تشارك، هذه تاع المحل. ما عنديش باش نبايزونطيها لكم في طبسي شباب كيما موالف، مي لا يعني راح ندير لكم وصفه تاع بالسمن نديرها هذه في الدار ونوريها لكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كيما موالف. سلام.